أنا يعني كان عندي واحد من أخواني طبعا من زملاني مكفوف اسمه محمد علي طبعا. وفي هذه الأيام يعني من الله عليه فتزوج. نعم. فأنا فرحت له فرحا شديدا يعني، ودعوت الله أن يوفقه، وفرحت له كأنني أنا الذي تزوجت. ما شاء الله ما شاء الله، الله يجزيك خير. الله يبارك. وإن شاء الله أنك تتزوج. كم عمرك؟ 24. الله يوفقك يا رب. ليش ما تتزوج؟ والله يا شيخ يعني ما لقيت، إن شاء الله الله يرزقني يعني إن شاء الله. يرزقك زوجة ولا مال؟ زوجة ما داخل كله. لا، يرزقك زوجة ولا مال؟ الزوجة اللي أنا قاصدها في الدعوة. الله يجزيك خير. الله يحسن إليك ويكرمك ويجزيك خير. تبغى ندبر لك زوجة الحين من الأخوات الموجودات؟ ها تعال لحظة، ما خلصنا منك. كم تحفظ من القرآن؟ أحفظ. ضع وجهك للجمهور. أيوة. كم أحفظ حتى سورة الأحقاف. من بداية من الناس. نعم. يعني 5 أجزاء تقريبا. بالإضافة إلى سورة الزمر وياسين وصاد والصفات وشيء من سورة البقرة. ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لأنه حفظ آيات معينة، وعلى أن يحفظها امرأته. فإذا أحد منكم اليوم عنده استعداد الآن يتكفل له بزوجة، أنا أتكفل بالمهر. ها، فمن منكم مستعد الآن؟ لا، المهر أنا بتكفل به إذا الآن تكفلوا بزوجة. أما إذا ما حد تكفل أنا أرجع مهري لي، يمكن أتزوج بها أنا، من يدري. ها، من منكم يتكفل بزوجة ويجي الآن يعطينا صفاتها، يقول عندي لك زوجة صفاتها كذا وكذا وكذا، هل تقبل؟ إذا قال نقبل أتكفل بالمهر وانت من الموضوع. لا يا زول، انت ما قلت انا داير اتزوج؟ وش ما اسمك؟ واتس يور نيم؟ اسمي عطية الله. عبد الله؟ عطية الله. عطية الله. عطية الله. عطية الله. الحين انت مش داير تتزوج؟ الا خلاص انت سنعك الحين. من منكم ها عنده زوجة للرجال؟ ها، عطية الله أنا أتكفل بالمهر وأتكفل له بمصروف لمدة سنة بعد، ليس من عندي، سأبحث عن من يعني يساعده. الأخ تعال. في ميكروفون ثالث عندكم؟ السلام عليكم. أخذ الميكروفون مع عطية الله والميكروفون الثاني مع الرجال. جد والله جد يا عطية الله. ها يا شيخ وش اسمك؟ معاوية شريف طه. معاوية خذ اللاقط الثاني. معاوية أيوة. ها، ما هي صفات الزوجة اللي عندك؟ والله يا أخي زوجة، انظر إليهم. زوجة وإنسانة محترمة ومهذبة. كم عمرها؟ والله بس العمر ده شوية أكبر منه يعني. كم يعني مثلا؟ يعني 32 33 تقبل يا أخي؟ طيب متزوجة سابقا ولا ما تزوجت؟ والله يا أخي ثيب. ثيب. عندها أولاد؟ عندها ولدين. ده ما بيقدر أكيد. ها يا عطية الله. مرة واحدة عمرها 32 سنة عندها ولدين، زوجها متوفي ولا مطلقة؟ والله يا أخي زوجها مطلقة. ما أدري مطلقة متوفى، اللهم هي مرأة. المقصود أنها عندها ولدين. مرة كبيرة عندها ولدين داير. ها يا عطية الله. اسمع يكلمك الرجال. يقول ما أعرف زوجها متوفي ولا مطلقة. يا أخي أنت مالكم ولا على ذمة رجال يمكن. لا يا شيخ أكيد هو يريد امرأة. ها، إن كان الزوج متوفيا هي قصده يعني أهم شيء أنها ليست ذات زوج. هي امرأة تريد رجلا وعمرها 35 سنة. يا أبويا كانت 32. وعندها
يعني لو نسكت عنك شوية وصلت ال40. لا ندفك شوية توصلها 45. لا 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 35 يا شيخ. هاي عطية الله. يا عظيم. لو هي تقبل أنا أقبل. خلاص خير إن شاء الله. أنا أشاورها. ايش يقول؟ إذا هي تقبل أنا أكلمها إن شاء الله. طيب في عرض آخر. 35 دي ما كويسة. تقدر تخليني معك. خلاص في عرض ثاني. في عرض ثاني. المهر جاهز ومصروف سنة جاهز. ها في أحد ثاني جاء واحد ثاني. هاي عطية الله رزقك الله غيره. اصعدوا فوق المنصة يا جماعة حتى الناس يشوفونكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صعدوهم فوق. تعالوا هنا. تعالوا هنا يا شباب. شوف بعد كيف الصعود. عطية الليلة إن شاء الله بينبسط. يا ليتني عطية يا أخي. أنا الشيخ عبد الحي اقلب اسمك عطية يا أخي. والله جد هذا اسم مبارك. يقول ادي لك ال35. والله ونعم يا أخي إذا الدين. أبشر أبشر والنعم والله يا أخي. والنعم لن نجد عندكم إلا خيرا. الوالي متبرع مليون. الله يبيض وجهك ويجزيك خير. عطية هلا يا عطية. هلا يا ولدي. أكرمك الله. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم أخي الكريم. حياك الله. مرحبا بك. ها السلام عليكم. أنا أولا من ذوي الاحتياجات الخاصة. قرب شوية. أنا شخصيا من ذوي الاحتياجات الخاصة. إيه. والإعاقة عقلية. ولكن عندي أختي بكر عمرها 17 سنة. وأنا إن شاء الله بكلم أبوها. وإن شاء الله أنت ما عندك أي عوجة إن شاء الله. أنا أخوك. 17 خير لك. دح الميكروفون له. إذا الحين الرجال بارك الله فيك. الآن عطية الله عندك كم عرض؟ عرضين. عنده عرضين ما شاء الله. يرضيك ولا؟ كتب عن النصرانية مع دكتور محمد الأمين إسماعيل. الرجل اللي وراي شغال يقول 35 تراها حلوة. 35 ترى. شغلوا الميكروفون يا شباب لا تطفونه أبد. هات عطية. رايك يا عطية؟ عطية. طبعا هذا يعني اللي يقول 17 هذا يقول يشاور أبوها. بعدين هو يعني يمكن ما يوافقون. يمكن ما يوافقون. هم 35 جاهزة. بس برضو بتشاورونها. لا إن شاء الله توافق. هو أبوها 35 هذا أبوها. برضو بيشاور أبوها. الرجال بدت يعني الوضع عنده يتحسن. في عرض ثالث. تفضلوا يا جماعة. في عرض ثالث من أبواب الخير. بيعطيها مهر حلو وسنة كاملة بإذن الله المصروف عنده. وهناك بنعطيك مصحف أعطاك الله مرة. اي والله. والله يقول عشان المصحف بس. لا الحمد لله رزقك الله. المهم خذ أرقامهم بس. اسم الكريم عبد الله يا محمد نيوي. يا مرحب يا عبد الله. هاي لدي أخت كبيرة أكبر مني. كم عمرها يعني؟ عمرها 32 سنة. لم تتزوج بعد؟ لم تتزوج. يا عطية الله هذا مناسب. نعم هذا هو مناسب. لا تعجبني ما شاء الله جرأتك زينة. أنا يا شيخ بس لو كان هي توافق أنا أوافق. اللي توافق اللي تكبر أنا أكبر.